ازيكم وعاملين ايه واخباركم ايه ويا رب تكونوا بخير وحلقة جديدة من برنامجكم المحترم الموقر المهذب الملتزم بكافة المعايير الأخلاقية والغير أخلاقية أحاكر. مبروك للزمالك، مبروك لجروس. النهاردة أول مكسب ليه مع الزمالك من 3 ماتشات. طبيعي إن نكسب الاتحاد، طبيعي سواء الاتحاد بيلعب 10 أو بيلعب 11 بيلعب 14 هكسب عادي جدا. يعني الطرد ده مش هو اللي أثر على الاتحاد. احنا الشوط الأول استحواذ، شوط ممل جدا، بس هو استحواذ بلا هدف. يعني ما الكوره معانا وما بنعملش بيها حاجه. الشوط التاني، تعال نتكلم شويه بقى عن الشوط التاني ده. الشوط التاني ما يبقى عندك لعيب الكواليتي بتاعه عالي زي عبد الله السعيد. فاكر مره قلت لك ايه؟ هي بتفرق في الكواليتي يا باشا بتاع اللعيب. كل ما بقى عندك لعيب واتنين الكواليتي بتاعهم عالي يفرق معاك، يفرق معاك. لعيب بكواليتي عالي زي عبد الله السعيد خلاك انت، خلى لعيب اسمه مصطفى شلبي كله بيشتموا الشوط الاول، مان اوف ذا ماتش الشوط التاني. عبد الله السعيد هو اللي خلاه كده. عمر جابر اللي انت بتشتمه الشوط الاول، عبد الله السعيد خلاه يعمل اسيست الجون الاولاني. يا جماعه عبد الله السعيد كواليتي، هو اتحرك، هو عبد الله خلاص اتحرك على ال 18 وابتدى يوزع البسبوسه بتاعته. الزمالك ابتدى لعيب واحد بس، لعيب واحد قرر يستخدم كل مهاراته في ال 18. عمل لك منظر. لعيب واحد، لعيب واحد بمهاراته دي قدر يخلي اتنين انت ما كنتش طايقهم الشوط الاول، واحد منهم مان اوف ذا ماتش بعبد الله السعيد. ومن وراه اللي رايق قوي النهارده فتوح. ومشكلتي مع فتوح ان هو ماتش كده وماتش كده وماتش كده بمزاجه. فالنهارده عادي جدا اكسب الاتحاد، مش هقعد اهلل ان احنا كسبنا الاتحاد لا عادي جدا اصلا اكسب الاتحاد يعني. ومحدش يقول لي عشان الاتحاد اتطرد منه واحد والله لو بيلعب 15 هكسبه عادي جدا برضه يعني. الاستثناء في القاعده ان انا اتغلب من الفرق دي، ده الاستثناء، ده الشاذ في القاعده ان انا اتغلب من الاتحاد، اتغلب من المصري. ده الشاذ في القاعده. الطبيعي ان الفرق دي انا هكسبها. الفرقه دي ولا فرق قمه ولا بتنافس على حاجه ولا اي حاجه، هي موجوده وخلاص. موجوده وخلاص، موجوده ان احنا نلم منها بناط بس مش اكتر. فمش هنفخم من مكسبنا للاتحاد يعني. بس هو في شويه حاجات النهارده عجبتني، ان عبد الله السعيد وراك يعني ايه لعيب كواليتي يا باشا. لعيب الكواليتي بتاعته عاليه. بص، جروس هيبتدي يثبت فريق. اصبر بس، هي كمان ماتشين كده هو هيشوف الدنيا فيها ايه خلاص. يعني في الونش وعم جيد مش هيتغيروا. فتوح عمر جابر ان الاتنين خلاص دول بقوا ثابتين خلاص. هو جروس دي دماغه. نص ملعب غالبا هيثبت دونجا وشحاته. غالبا مركز 10 هيبقى عبد الله، ولو في تباديل وتوافيق في القصه دي ممكن يبقى مع ناصر ماهر، ممكن. بس عبد الله مش هيرجع لنص الملعب، هيلعب مركز 10. هيبتدي يطنش حسام اشرف ويثبت ناصر منسي. هو بالنسبه له مصطفى شلبي ما هو خلاص، هو قفل من مشلاك. وانا شايف ان مصطفى شلبي بقول لك الشوط الثاني مصطفى شلبي كان كويس. ثم في اتنين في الفرقه دايما انا بكلمك عنهم، مصطفى شلبي وعمر جابر. هو مستحيل تلاقي واحد من الاتنين دول خارج مش عرقان. اللي انت شايفه ده اقصى ما بوسعه في الكوره. بس مع واحد بيفهم زي عبد الله، واضح انه كلم مصطفى ما بين الشوطين قال له حاجه، فقال له تبص لي، تهدى، تتابعني، هحطها لك كذا. عمل كام واحده حلوه وبقى بيروح. كان في الاول عبد الله بيحطها مصطفى ما بيروحش. كذا واحده بقى تتحط هتلاقي مصطفى رايح تمام قشطه. خد باله في ماتش يا عم بعبد الله. فالكواليتي يا جماعه، الكواليتي بتاعت عبد الله يا دين النبي. مبروك للزمالك الثلاثة بونت، 3 بونت مهمين جدا. نيجي بقى لموضوع تاني.
كل الناس خارجه بعد الماتش بتسالني ايه رايك في زيزو وده اداء زيزو. ثواني بس يا سيدي الفاضل، بس هو انت جاي بعد السنين دي كلها عاوز تقيم زيزو في ماتش الاتحاد؟ هو انت ليه متربص بزيزو كمشجع زملكاوي؟ انت متربص بيه ليه؟ انت قاعد مركز معاه وليه كده؟ يا ابني زيزو هيرجع مستواه بان انت تبقى بتدعمه مش متربص له. لا اله الا الله. تعال افكرك بشويه حاجات. تعال بس. فاكر مصطفى محمد؟ فاكر مصطفى محمد؟ فاكر هجوم احمد بلال على مصطفى محمد بمناسبه وبدون مناسبه؟ فاكر هجوم السوشيال ميديا على مصطفى محمد لما كان بيلعب في الزمالك؟ وبعده طارق حامد، وبعده فرجاني ساسي، ولا قبله فرجاني ساسي وبعده طارق حامد. حد عاد بيتكلم عنهم؟ حد عاد بيحطهم في مقارنه مع اي حد؟ يا عبيط يا عبيط، الفيلم معروف. اي لعيب كويس عندك لو ما بقاش عنده هطفشهولك. انا هطفشهولك ياخده. هديك مثال. امام عاشور ده كان فيه وفيه وهو بيلعب في الزمالك. النهارده بيسبحوا بحمده في الاهلي. يا ابني افهم اللعبه. وهو هيجيب لك مين بقى يلعب لك اللعبه دي؟ ناس زملكاويه معروفين على السوشيال ميديا بيقولوا على نفسهم زملكاويه، وهم قابضين حق الحمله، قابضين فلوس، قابضين حلقه في برنامج مشهور، جايزه من مجله وشوشه. يا ابني اللعبه بتتلعب عليك تاني وياما اتلعبت عليك، وانت برضو مصمم تروح تتفرج على الناس دي. وانت يا زيزو مش مطالب ان انت تثبت لنا حاجه كجمهور زمالك. يا زيزو احنا بنحبك. يا زيزو انت لعيب جامد. التوتر اللي انت بتلعب بيه ده مش عادتك. الضغطه اللي انت فيها دي مش عادتك. العب السهل لحد ما تجيب مستواك واحده واحده. انا مش هصدق، مش هكذب حسام حسن اللي انت معاه في المنتخب، ولا ميكالي اللي خدك المنتخب، ولا الكلام ده كله. مش هكذب تاريخك مع الزمالك، دوري وكاس واتنين سوبر وقصه مع الزمالك وكونفدراليه، وشلت الزمالك كذا كذا موسم. انت ايه اللي موترك؟ انت عاوز تثبت لنا ايه؟ انت مش مطلوب منك ان انت تطير. روق على حالك يا عم، انت زيزو. فكك. والحمله اللي معموله عليك دي فك. اتعملت على مصطفى محمد، واتعملت على فرجاني ساسي، واتعملت على طارق حامد، اتعملت يا باشا. هو سياسته كده. يجي يقول لك ايه؟ يا مغفلين هتدفعوا كل الفلوس دي في اللعيب ده فلان، ويجيب لك مثلا ايه؟ يعني ادفع في ناصر ماهر كام؟ ادفع في عبد الله السعيد كام؟ يلا يلا يا صبي القهوه، يا صبي القهوه، يا اللي بيجيبوك في القهوه ترقص لهم، يا اللي بيجيبوك في القهوه تضحكهم. تاني قابضين كام؟ ما احنا هرشنا، والله العظيم هرشنا. هو بيروح يجيب ناس من الزمالك زملكاويه، بس زملكاويه ايه؟ كلاب فلوس، كلاب فلوس. ويقعدوا يطلعوا ويا جماعه احنا اللي يهمنا الكيان، واحنا اللي يهمنا الزمالك، والزمالك ما بيوقفش على حد. يلا في اوضه اللبس، طب لو ده ياخد كذا ده ياخد كذا برضه، وده يلا هو احنا ما فيش غيرنا بيتعملوا عليه المسلسل ده في مصر؟ هو احنا ما فيش غيرنا بتاكلوه البلوزه؟ يا ده احنا هرشين يا علينا، ده احنا اتهرينا. انا بفكرك يا ريس، حد عاد بيجيب سيره مصطفى محمد؟ امام عاشور ده كان عندنا اعلام بيهاجموا اناء الليل واطراف النهار، اما بقى عندهم اعلام وجماهير بتدافع عنه اناء واطراف النهار. طب عم حمص والزملكاويه اللي بيطلعوا يقولوا لنا زيزو مين يقدر يجيب سيره صفقه فاشله في الاهلي؟ يقدر يتكلم عن ال50 مليون اللي راحوا للساعي ولا متست ولا يقدر يجيب سيرته؟ ما يخشش البرنامج، ما يعملش الحلقه، المشاهدات تقل، الموني يقل يا باشا.
هو جاي له سكريبت بمهاجمه معينه بنقد معين لشخص معين، يا يجي لنا يا نطفشه. افهم اللعبه بقى يا اخي، ادعم اللعيب بتاعك، اسنده. الجماهير اللي في المدرج تهتف باسم زيزو، الجماهير اللي في المدرج تدعم زيزو، الجماهير اللي في المدرج تعمل بانر طويل عريض لزيزو. زيزو يا باشا، حافظ على لعيبك، تخليش حد يشتغلك نفس الاشتغالة للمرة ال200,000. طول ما عندك لعيب كويس هيتهان وهيتشتم والإعلام. طب أنا أقول لك، افتح برامج الرياضة كلها ما بيتكلموش غير عن زيزو. زيزو 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 هيجدد لعبة، لا ده كتير. الرياضة في مصر كلها حلت مشاكلها، فما بقوش يتكلموا في أي حاجة غير زيزو. ده ما يخلكش تاخد بالك. ثم اللي طالعين بيقولوا لك زيزو، الزملكاويه اللي معروفين على السوشيال ميديا، اللي طالعين يقولوا لك زيزو ما زيزو ما زيزو ما زيزو. طب ما اتكلمنا كده عن اي لعيب كده في الاهلي برضه فلوسه ما يستاهلهاش، ما يقدرش، والله ما يقدر، ما يجيش الحلقه يا باشا، ما ياخدش الجايزه من مجله وشوش. وشوشه. دي عيال بتنام على بطنها وتبوس جزمة أي حد عشان المني. إنما أنت زملكاوي يالا، مالكش مصلحة مع حد غير فريقك. ادعم لعيبة فريقك، ادعم اللعيب اللي قاعد عندك كل السنين دي بيجري وبيلعب وبيفيدك. مش أنت اللي تبيع لعيبك، مش أنت اللي تنضم الحملة من غير ما تاخد بالك على لعيب عندك. وافتكر الحملة دي اتعملت على مصطفى محمد، على فرجاني، على طارق حامد، على مصطفى فتحي، على امام عاشور نفسه وهو في الزمالك. ما بطلش يتكلم عن امام عاشور، وما بطلوش يتكلموا عن امام عاشور. ونفس الناس الزملكاويه اللي بتقول زيزو ما يستاهلش هي اللي كانت بتقول امام ما يستاهلش في الزمالك لما رجع. ويا عم يمشي ويعمل ويسوي، ده لعيب فيه. النهارده بيقولوا امام فارق مع الاهلي. اوعى تاخد المقلب تاني. دي عيال بتنام على بطنها وتلحس عشان الفلوس. ادعم لعيبتك.